السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلاب الصف الثاني الإعدادي، كل سنة وأنتم طيبين. عاملين إيه يا شباب؟ خلاص خلصنا من العيد، نركز بقى في اللي جاي. داخلين على امتحانات شهر مارس، عايزين نبقى أبطال كده ونبقى قدها إن شاء الله. طبعا أنا نزلت لكم يا شباب درس المنادى وشرحناه تفصيلا وظبطنا الدنيا فيه. كتير منكم طالبين مني درس التمييز. يلا يا باشا النهارده كده ناخد درس التمييز ونفصصوه ونفهموا الدنيا ماشية إزاي، وهسهل لك الدنيا على قد ما أقدر، وهتبقى الدنيا بسيطة جدا مع بعض إن شاء الله تعالى. يلا توكلنا على الله، سمي الله، توكلنا على الله، يلا بينا. قال لك يا شباب في البداية كده درس التمييز ومشكلته اللي هو عاملها لك هنحلها لك بفضل الله تعالى. أول حاجة يا شباب بالنسبة لدرس التمييز، ماله درس التمييز يا مستر مؤمن؟ قال لي أنا عندي نوعين من التمييز، عندي تمييز ملفوظ وعندي تمييز تاني اسمه تمييز ملحوظ. طب يلا بينا ندرس واحد واحد كده ونفهموا الدنيا ماشيه ازاي. في البدايه يا شباب قال لك اول حاجه التمييز الملفوظ، قال لك ده عباره عن ايه؟ عدد، وزن، كيل، ومساحه. عايزك بقى يلا تشتغل معايا كده، يلا وانت قاعد في البيت كده، عدد، وزن، وكيل، ومساحه، عدد، وزن، كيل، ومساحه. ده التمييز الايه؟ الملفوظ. بس انا عايز انبهك لكم معلومه مهمه قبل ما نشتغل كده. قال لك في البدايه كده يا شباب انت عندك اول حاجه بالنسبه للعدد، ماله العدد يا مستر مؤمن؟ قال لك ان رقم 1 ورقم 2 ليس لهما تمييز، ليس لهما ايه؟ تمييز. الله ينور عليك. يبقى رقم 1 ورقم 2 اوعى تقول في جملتهم ان في ايه يا شباب؟ تمييز. قال لك بيبدأ التمييز من رقم كام؟ من رقم 3 أو من عدد 3 إلى ما لا نهاية. يبقى في الحالة اللي زي دي يا جماعة من 3 إلى ما لا نهاية. بتوع الرياضة يضحكوا علينا، قال لك ما لا نهاية تقريبا بتبقى إيه؟ الفترة بتاعتها مفتوحة تقريبا، الله ورسوله أعلم يعني. بس من 3 إلى ما لا إيه؟ نهاية، عشان ما حدش يزعل لنا من بتوع الرياضة. من 3 إلى ما لا نهاية هيجي بعدها إيه يا جماعة؟ تمييز. إزاي يا مستر مؤمن؟ صلى على رسول الله. لو انا جيت قلت لك مثلا على سبيل المثال قرأت 3 كتب، مش ده الرقم كام؟ 3. ده رقم كام؟ 3. قال لك اللي جاي بعديه على طول يبقى ده تمييز ملفوظ. تمييز يا شباب ملفوظ. لما اجي على سبيل المثال اقول لك اشتريت 4 قصص، هو مش ده رقم 4 يا شباب؟ قال لك يبقى على طول طالما عدد يبقى اللي جاي بعديه يبقى ايه يا جماعه؟ تمييز. اهم حاجه ان العدد ده طبعا هنا تمييز ملفوظ، بس اهم حاجه عندي ان العدد ده يكون من 3 الى ما لا نهايه، يعني رقم 1 ورقم 2 ليس لهما ايه يا شباب؟ تمييز. ودي اول حاجه عايزين نقولها مع بعض. يبقى نراجع مع بعض التمييز الملفوظ. التمييز الملفوظ عدد، وزن، وكيل، ومساحه. اول حاجه العدد 1 2 ليس لهم تمييز، من 3 الى ما لا نهايه لها ايه يا شباب؟ تمييز. وزي ما حضرتك شفتها اهو 3 يبقى ده رقم 3، يبقى ساعتها كلمه كتب تمييز ملفوظ. 4 ادي رقم 4 يبقى اللي بعدها تمييز يا شباب ملفوظ. طيب تعالى بقى نركز مع بعض كده وناخد الوزن. ايه الوزن ده مستر مؤمن؟ قال لك الوزن زي مثلا الجرام، زي مثلا الكيلوجرام، زي مثلا الطن. ده وزن. لو جه بعد الوزن كلمه اعرف ان هي تمييز ملفوظ. اما اجي اقول لك مثلا اشتريت كيلو برتقالا، انا هنا قلت ايه؟ كيلو. وزن ولا مش وزن؟ قال لك وزن، يبقى اعرف على كلمه برتقالا دي تمييز ملفوظ. تمييز يا شباب ملفوظ. قال لك اللي بيجي بعد الكيل يا شباب زي ايه؟ زي كلمه اردب، زي كلمه قنطار. لما اجي اقول لك مثلا على سبيل المثال اشتريت اردبا قمحا، ما هو الاردب ده ايه؟ قال لك كيل. اعرف الكلمه اللي جايه بعدها على طول تبقى ايه يا شباب؟ تمييز
ملفوظ. يبقى احنا كده خدنا العدد، خدنا الوزن، خدنا الكيل. يلا نتكلم مع بعض عن ايه يا شباب؟ قال لك المساحة. زي ايه المساحة؟ زي المتر، زي الكيلومتر، زي ايه تاني؟ قال لك زي مثلا القيراط، قال لك زي الفدان. لو انا مثلا على سبيل المثال جيت قلت لك اشتريت فدانا قمحا، طب ما انا عندي كلمة فدان مالها؟ قال لك فدان ده مساحة، يبقى كلمة قمحا ده ايه؟ قال لك تمييز ملفوظ. يبقى شباب رجع معايا واحدة واحدة كده وصلى على رسول الله. أنا أول نوع عندي من التمييز التمييز الملفوظ، عبارة عن إيه؟ عدد وزن وكيلو ومساحة. أول حاجة العدد، ابعد عن واحد، ابعد عن اتنين، من تلاتة وأنت طالع يجي معاها تمييز، ده رقم واحد في العدد. اتنين وزن كيل مساحة، اللي جاي بعدها يبقى إيه يا شباب؟ تمييز ملفوظ زي ما حضرتك شايف قدام عينك. حاجة صعبة؟ طيب صلى على رسول الله. دلوقتي هاجي عند نقطة مهمة جدا لازم افهمها لك قبل ما انتقل لحاجة تانية. ايه هي؟ مستر مؤمن انت قلت لي ان العدد من 3، بكرر كلامي اهو، الى ما لا نهاية يجي بعدها تمييز ملفوظ. اقول لك الله ينور عليك. طب اعربوا ايه تمييز العدد؟ قال لك افتكر المثلث ده يا باشا. قال لك إذا كان العدد من 3 إلى 10 تمييزه هيبقى جمع مجرور، أو كان من 11 ل 99 هيبقى مفرد منصوب، أو العدد من 100 لمضاعفتها يا شباب لحد ال1000 هيبقى مفرد مجرور. يبقى انا المثلث ده هيفك لي شفرات كتيره، من 3 ل 10 جمعي مجرور، من 11 ل 99 مفرد منصوب، 100 مضاعفتها مفرد مجرور. يعني على سبيل المثال لو انا جيت قلت لك اشتريت 11 كتابا، انت عندك هنا رقم كام؟ 11. اللي بيجي بعد رقم 11 هنا هيبقى ايه؟ قال لك كتابا ده هتبقى ساعتها تمييز ونوعه ملفوظ. طب اعربه يا جهيني؟ قال لك اعربه بص يا باشا للرقم بتاعه، ده رقم كام؟ قال لي ده رقم 11. القاعده بتقول من 11 ل 99 مفرد ماله؟ منصوب، يبقى تمييز ملفوظ مفرد منصوب بالفتح. صعب يا شباب؟ عرفت منين ان هو مفرد منصوب بالفتحه؟ قال لي العدد رقم 11. لما اجي اقول لك اشتريت ايه؟ اشتريت مثلا على سبيل المثال 3 كتب. طب ده رقم كام؟ قال لك ده رقم 3. يبقى اعرف على طول اللي جاي بعديه تمييز ملفوظ. ماله بقى؟ ابص رقم 3 من 3 ل 10 جمع مجرور، الله ينور عليك، يبقى جمع مجرور بالكسر. صعب يا شباب؟ يبقى انا اللي بيحكمني في تمييز العدد حاجه بسيطه خالص، 3 ل 10 يبقى التمييز بتاعه جمع مجرور. قال لك من 11 ل 99 مفرد منصوب، قال لك من 100 مضاعفتها بيبقى مفرد ايه يا شباب؟ مجرور. طيب انا جيت قلت لك دلوقتي مثلا على سبيل المثال كلمة كتب احطها لك 3 مرات، ومرة تنوينها من فوق، ومرة تنوينها من تحت، ومرة تنوينها من تحت. وهنفترض ان ال3 كلمات اللي قدامك دي تمييز ملفوظ، وطلب منك في الامتحان اعرابه. هتعربه ازاي؟ قال لك اذا كان التمييز الملفوظ، بص يا باشا ده تمييز اهو ملفوظ، التنوين بتاعه منين؟ قال لك من فوق، يبقى ده تمييز منصوب بالفتحه. طب هنا التنوين منين؟ قال لك من تحت. اجري بص في حرف جر، قال لك لا، يبقى هقول عليه تمييز ملفوظ مجرور بالإضافة
وعلامة جره الكسر. طب هنا عندي ايه؟ قال لك عندي برضو التنوين من تحت بس قبليه حرف جر، يبقى هقول عليه تمييز ملفوظ مجرور بحرف الجر وعلامة جره الكسر. يبقى إذا التمييز الملفوظ أنا ليه 3 أشكال ليه في الإعراب: تنوينه من فوق منصوب، تنوينه من تحت مجرور، مفيش حرف جر إضافة، في حرف جر يبقى مجرور بحرف الجر، وفي الحالتين تكمل علامة إعرابه عادي جدا، ويبقى ده يا شباب التمييز الإيه؟ الملفوظ. تعالى بقى نكمل مع بعض وناخد النوع الثاني من التمييز. تمييز إيه يا شباب؟ قال لك التمييز الملحوظ. ايه التمييز الملحوظ؟ دي قواعد بقى نركز مع بعض فيها كده. اول قاعده عندي لما تلاقي كلمه على وزن افعل جاي بعدها تنوين، يعني جاي بعدها نكره منصوبه بس انا بسالها لك وبقول لك عليها ايه؟ تنوين. يعني لما اجي اقول لك مثلا افضل علما واحسن خلقا، طب ما انا عندي افضل على وزن افعل وعندي احسن على وزن افعل، طب عرفت منين ليه على وزن افعل؟ قال لك 4 حروف والاولاني همزه. ركز بقى معايا، افضل على وزن ايه؟ افعل، واحسن على وزن ايه؟ افعل، جاي بعدها كلمه منونه، قال لك اللي هي كلمه ايه؟ قال لك علما وخلقا. تتعرب ايه بقى يا شباب؟ قال لك تمييز ملحوظ منصوب بالفتحة. تمام يا شباب كده؟ طيب القاعدة الثانية مستر مؤمن، قال لك لو سيادتك لقيت عندك نعمة وبئس جاي بعدها كلمة منونة، نعمة وبئس دي أفعال جاي بعدها كلمة منونة زي إيه مثلا؟ لما أجي أقول لك إيه؟ نعمة خلقا بئس أدبا. ادي نعمه جاي بعدها تنوين، ادي بئس جاي بعدها تنوين، يبقى الكلمتين المنونين دول يتعربوا ايه؟ قال لك تمييز ملحوظ منصوب بالفتحه. يبقى احنا كده خدنا كام قاعده؟ 2. القاعده الاولانيه على وزن افعل، القاعده الاولانيه على وزن ايه؟ افعل، القاعده الثانيه نعمه وبئس جاي بعدها ايه؟ تنوين. القاعدة الثالثة شباب، لو سيادتك لقيت الأفعال دي ازداد طاب فاض امتلأ افترش، الأفعال دي يا شباب لما يجي بعديها كلمة نكرة منصوبة اعرف على طول اللي هي تمييز ماله؟ ملحوظ. لما اجي اقول لك ازداد القلب حبا، ادي الفعل ازداد، ادور على الكلمه المنصوبه هتلاقي كلمه حبا، يبقى هي دي التمييز الملحوظ. لما اجي اقول لك يا جماعه طابت الاسكندريه هواء، يبقى عندي طابت ده الفعل اللي هيجي بعديه الكلمه المنصوبه تبقى مالها؟ قال لك هتبقى تمييز، يبقى كلمه هواء دي ايه؟ تمييز ملحوظ. يبقى انا كده خدت كام قاعده؟ 2 أو 3. اول قاعده وزن افعل، ثاني قاعده الافعال نعمه وبئس، وبعد كده ازداد وطاب وفض وامتلأ، والافعال دي كلها بيجي بعدها ايه؟ تمييز برضو ماله؟ ملحوظ. قال لك من ضمن القواعد برضو اللي حضرتك لازم تاخد بالك منها يا شباب في التمييز الملحوظ، ان سيادتك عندك اما اجي اقول لك مثلا كده زرعت الارض بطيخا، انا هنا ميزت الزرعه اللي انا زرعتها بانها ايه يا شباب؟ بانها زرعه بطيخ، يبقى انا ميزت الزرعه اللي انا زرعتها، يبقى بطيخا دي يا جماعه تمييز برضو ايه؟ ملحوظ. يبقى خلي بالك وزن افعل، خلي بالك وزن افعل،
خلي بالك من نعمة وبئس، خلي بالك من الكلمات زي أفعال ازداد وطاب وفاض وامتلأ والكلام ده كله، خلي بالك لما يجي ملحوظ من الكلام يا جماعة، يعني يلحظ من كلامه زي زرعت الأرض إيه يا جماعة؟ بطيخا. أنا ميزت الزرعة اللي أنا زرعتها إنها زرعت إيه؟ بطيخ. أحب اللغة العربية نصوصا، يبقى أنا كده ميزت اللي أنا حبيته في اللغة العربية اللي إيه؟ النصوص. يبقى النصوص دي هي إيه؟ التمييز يا شباب. خلي بالك من نقط مهمة زي دي اما يجي لك في درس التمييز، وخليك جاهز كده ان شاء الله تعالى. كل سنة وانتم طيبين. كده رجعنا لك درس التمييز واهم النقط اللي بتيجي فيه سريعا، وان شاء الله نحل عليه تدريبات كتيرة في المراجعة بتاعت شهر مارس على خير يا رب. اشوفكم على خير. كل سنة وانتم طيبين. استاذ مؤمن الجيني، ويا رب تكونوا دايما بصحة وعافية.